القرآن الكريم 114 سورة، الكلمات لا تتكرر. ومن بين هذه الكلمات إعجاز الكلمات المفردة أو المنفردة. وردت في سورة العنكبوت لفظة العنكبوت، اسم العنكبوت ربنا ذكره في هذه السورة العظيمة، فقال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فتكرر في هذه السورة كلمة العنكبوت مرتين، ولم ترد في سورة من 113 سورة باقي سور المصحف 114 لم ترد كلمة العنكبوت في أي سورة من سور القرآن الأخرى. وده بنسميه إعجاز القرآن في العبارات المفردة. تلك السورة دي ما تجيش في أي سورة أخرى من باقي القرآن، وهذا إعجاز في كل سورة من السور. لكن الكلمات في السورة دي مش موجودة في أي سورة القرآن. طب من الذي علم محمدا؟ تنزيل من رب العالمين، إنه القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لنكون من المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وده أول سورة من سور الإعجاز، ولذلك سميت السورة بسورة العنكبوت لورود اسم العنكبوت فيها هذا الحيوان أو هذه الحشرة الضعيفة البسيطة وردت في السورة مرتين فسميت بسورة العنكبوت. ثانيا في هذه السورة رأينا إعجاز التناسق بين هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم، ترابط بين السور بعضها البعض. القرآن الكريم كل القرآن بيكمل بعضه زي السلاسل الذهبية، سلاسل ترتبط بعضها ببعض لتكتمل صورة جمالها وتكتمل صور ترابطها وتكتمل وحدتها وتكتمل قوتها. تجد هذه السلاسل واضحة، ترابط واضح بين سورة العنكبوت وسورة إنها بنزل الأبناء معناها في المصحف بعد الله هي سورة الإيه؟ الروم. نزل قبل العنكبوت زي سورة الروم جاية تحث على العقيدة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. تنجيه برضه سورة العنكبوت تبين لنا برضه العودة إلى الله والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وتحذرنا أيضا من يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فتأتي السورة الكريمة تدعونا أيضا إلى أن نتذكر اليوم الآخر، فقال الله تبارك وتعالى وهو يذكرنا بقدرته سبحانه وتعالى على الخلق وبقدرته على الإيجاد: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يبقى ترابط في العقيدة، ترابط في وعد الله بالنصر. في سورة الروم جاء وعد الله وقال: ينصر النساء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم قال في آخر سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جاءت سورة العنكبوت في آخرها بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وجاءت أيضا تحدثنا عن اليوم الآخر ومشاهده، كما جاءت أيضا سورة الروم بالحديث عن اليوم الآخر والاستعداد له. ترابط وتناسق بين الصورتين بين الصورة وما سبقها في النزول. كذلك أيضا نجد أيها المسلمون ثالثا من صور الإعجاز الذي أتوقف عنده مندهشا أمام عظمة القرآن الكريم في سورة العنكبوت إعجاز التكرار. توصل حاجة تكررت مرتين معنى واحد، بيتكلم عن حقيقة واحدة لكن كررها مرتين وفي كل مرة يؤكد المعنى بأسلوب جديد. ذلك القرآن العظيم في إعجازه. فأول سورة من
الحكم متعسف سريع. ازاي انك انت تتبين وتتاكد وتلتزم الامور ميزانا دقيقا. ازاي انك انت ما تاخدش بالمنظر وتنسى الجوهر. ازاي انك انت تزن الامور ميزانا حقيقيا. فجاء